بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الاثنين احنا في غرب سومد. بصوا يا جماعه، اللي احنا بنصوره دلوقتي ده حاجه من الاصابات اللي بتصيب اشجار البوالح، سواء البرتقال البصره، البرتقال اليوسفي، البرتقال السكري، البرتقال الصيفي، الليمون. حاجه اسمها الليف ماينر او دوده الانفال. دوده الانفال بنسميها دوده الانفال ان هي بتعمل نفق في الورق اهو. خلاص اهو كده صور كويس. تعمل نفق في الورق. الورقة دي هي مصدر الكلوروفيل في النبات. هي مصدر كلوروفيل في النبات. لما الدودة دي بتدمرها بالطريقة دي، يعني دمرت تلتين الورقة مرة على مرة على مرة، هيبقى الإنتاج عندك ضعيف، وهتبقى الشجرة نفسها هزيلة وضعيفة. الشجرة عندك هزيلة وضعيفة. الفراشة دي عاملة زي الناموسة صغيرة أو دودة الأنفاق. الفراشة بتاعتها الأم حاجة صغيرة قوي، فراشة صغيرة بتيجي بتحط البيضة بتاعتها على سطح الورقة الخارجي. بتحط البيضة على سطح الورقة الخارجي. جميل. البيضة بتفقس، بتبقى دودة، فالدودة تروح داخلة في نسيج الورقة، داخلة في النسيج بتاع الايه الورقة او في السطح الخارجي للورقة، وتقعد بقى تمحمل حوالين نفسها، راحة جاية راحة جاية، بتتفسح الاخت اللي هي ايه الدودة نفسها اللي هي الصغيرة. يعني الفراشة الام تبقى شبه الناموسة صغيرة خالص، بيبقى نشاطها ليلي، بتحط البيضة، البيضة تفقس تبقى دودة وتقعد راحة جاية راحة جاية، لذلك بنسميها دودة الأنفاق. طب إيه علاج دودة الأنفاق؟ علاج دودة الأنفاق إن أنا أرشها أي مبيد حشري جهازي، أي مبيد حشري جهازي، ومعاه حاجة مانع انسلاخ زي الليفونور. الليفونور خلاص، أو الأمامكتين بنزوات. يبقى رشها مبيد حشري جهازي، بيدا كلوبرايد، سيتامبرايد، ويفضل ان انا اضيف عليها حاجة زي الليفونور او اضيف امامكتين بنزوات. امامكتين بنزوات.